كندا ما فيهاش لحمة حلال، ولو موجودة بتبقى بس في المحلات العربي وسعرها غالي جدا. فتعالوا نشوف بقى كده النهاردة في السوبر ماركت العادي في لحمة حلال ولا لا، ولو موجودة نقارن سعرها باللحمة اللي مش حلال. أول مكان جيته كان والمارت، وأنا دلوقتي داخلة على اللحمة الفريش. تعالوا نشوف اللحمة فيها ايه. أنا دلوقتي عند اللحمة الفريش، يعني اللحمة اللي مش مجمدة، وأنا مش لاقية أي لحمة حلال. كل اللحمة اللي موجودة عند والمارت النهاردة مفيش أي حاجة فيها لقيتها مكتوب عليها أو عليها الختم بتاع الحلال. طيب ندخل على تلاجة الفراخ ونشوف الوضع ايه في الفراخ الفريش. دي تلاجة الفراخ الفريش، وبعد كده هتلاقوا في القسم الحلال ومكتوب عليه العلامة بتاعة الحلال. والمنتجات الحلال دايما هتلاقوا عليها الختم ده مكتوب حلال، وساعات كمان بيكون مكتوب الجهة اللي هي بتضمن ان المنتج ده حلال فعلا، زي مثلا هنا هتلاقوا حلال مونيتورينج اوثوريتي. ولقيت كمان في قسم الفراخ الفريش الحلال لقيت فراخ متبلة، يعني لقيت تندوري ولقيت شيش طاووق ولقيت شاورما، وبرضو عليها اللوجو الحلال. طيب تعالوا بقى نشوف الأسعار، أو نشوف في فرق سعر بين الحلال والحرام ولا لأ. فمثلا دي أوراق الفراخ الحلال ومكتوب عليها إنه الكيلو ب $7.98، يعني الكيلو ب$8. دي وراك الفراخ من ماركة عادية معليهاش الختم بتاع حلال، سعر الكيلو $7.98، يعني $8. يعني الاتنين بنفس السعر بالظبط عند والمارت. باقي انواع الفراخ مثلا الصدور او كده ما كانش مكتوب على اي حاجة فيهم سعر الكيلو، بس لما حاولت برضو اقارن الوزن بالتوتال السعر لقيت انه تقريبا في والمارت الفراخ الحلال بكل انواعها نفس سعر الفراخ العادية. تعالوا بقى نشوف الحاجات التانية، الحاجات مثلا المصنعة زي البرجر والسوسيس والحاجات دي. هنا بقى الحاجات المصنعة زي البرجر والناجتس والحاجات دي. عامة هوريكم الماركات الحلال اللي لقيتها في والمارت. لقيت ماركة اسمها مينا، ده تشيكن برجر. لقيت ماركة اسمها الصفا، ده بيف برجر. صفا كمان عندهم سمبوسة بالفراخ برضو حلال. وأشهر ماركة للحاجات الحلال اللي هي ماركة ذبيحة حلال، عندهم برضو بيف برجر، تشيكن ستريبس وتشيكن بوب كورن. ده كده كان والمارت. تعالوا نشوف ممكن نلاقي لحمة فريش في أماكن تانية ولا لا. طيب تعالوا تاني حد رحته كان لونجوس، وتعالوا نشوف أخبار اللحمة إيه. في قسم اللحمة والفراخ سواء الفريش أو المجمدة في لونجوس ما كانش فيه أي منتج عليه الختم بتاع حلال. ودلوقتي إحنا عند صاحبي وحبيبي واللي ما بحبش في الدنيا قده، سوبر ستور. فتعالوا نشوف اللحمة أخبارها إيه هنا. سوبر ستور من أكتر الأماكن اللي مش عربية اللي هتلاقوا فيها منتجات كتير حلال من اللحمة والفراخ. يعني أنا لسه عمل لكم فيديو عن الأماكن اللي هي بتبيع لحمة حلال فقط، لكن سوبر ستور بيبيع كله بس عنده سيلكشن كبيرة من اللحمة الحلال. تعالوا نشوفها. بس لازم تخلوا بالكم ان حاطين كله مع بعض. يعني مثلا اللحمة المفرومة دي مش حلال، لكن لو طلعنا لفوق تعالوا بقى نشوف تلاجة الحلال فيها ايه. في الحتة بتاعة اللحمة اهي فيها اللحمة المفرومة، وزي ما انتم شايفين عليها واضح قوي الختم ومكتوب هاند سلوتر، او انها يعني مذبوحة بالايد. دي اللحمة المفرومة، ودي بتاعت يعني دي بتاعت بريزيدنتس تشويس، دي بتاعت سوبر ستور نفسه. لكن في بقى حاجات تانية اللي هي ماركة سفرة حلال. انا لقيت عندهم لحمة متقطعة، لقيت عندهم لحمة مفرومة، لقيت كمان الستريب لاين والبليد روست، دي الفراخ الفريش. وعندهم بقى كمان من الفراخ، هم هنا بيعملوا الفراخ مفرومة كده زي اللحمة المفرومة. لقيت برضو حاجات متبلة، دي بتاعت مينا أجان فراخ تندوري. ودي هنا أجنحة فراخ من سفرة حلال، أوراق مخلية. وتاني دي الفراخ بتاعت سوبر ستور نفسها،
وهتلاقوا عليها الختم بتاع حلال واضح جدا. ودي دبابيس الفراخ، ودي اوراق الفراخ، وهنا كمان صدور الفراخ من سفرة حلال. دي كانت الحاجات الفريش. تعالوا بقى نشوف الحاجات المجمدة في منها ايه اوبشنز حلال. اول حاجة لقيتها في المجمد، لقيت ماركة نيوزيلندي اسمها سبرينج لاب، والختم الحلال اهو. فده كتف ضاني، دي موزة ضاني من نفس الماركة. حاجة بس اللي تخلوا بالكم قوي منها من الماركات دي، ان ممكن تكون نفس الماركة بتعمل لحمة حلال ولحمة تانية مش حلال. فمثلا الماركة دي اسمها سبرينج لامب، مش هنعتمدها ان هي كل لحمتها حلال، لازم اشوف الختم على كل علبة. ودي لحمة ضاني مستوردة من استراليا، وده البراند بتاع بريزيدنت's تشويس نفسه. ودي كفتة متبلة من اللحمة الضاني برضو الحلال. بالمناسبة لقيت سمان كمان، وادي الختم الحلال. لقيت بط في تلاجة الحاجات الحلال بس مش مكتوب عليه انه حلال، ففي الحالة دي لازم نسأل او يعني نعتبر ان مادام ما عليهوش الختم يبقى هو مش حلال. وبرضو هنا لقيت سيلكشن كبير قوي من الحاجات المصنعة زي البرجر والناجتس وكده الحلال، يعني لقيت اوبشنز اكتر هوريها لكم. من سفرة حلال لقيت التشيكن موتزاريلا، ولقيت التشيكن ستريبس والناجتس والتشيكن برجر. ومن ذبيحة حلال لقيت التشيكن وينجز السبايسي البافالو او الباربيكيو العادي. ولقيت زي ما انتم شايفين كده كفتة الفراخ، الناجتس، البوب كورن تشيكن، التشيكن برجر. الماركة دي كمان عندها حاجات كتير حلال اسمها كباب فاكتوري، ده البرجر. وعندهم كمان الفراخ التندوري، وعندهم الكفتة اللحمة والفراخ متبلة وجاهزة على التسوية. سوبر ستور عندهم حتى الكولد كاتس كمان في سكشن حلال عندهم. انا لقيت بيبروني، لقيت روست بيف، ولقيت سموك تركي. والباسترامي دي نوع من انواع الكولد كاتس ملوش اي علاقة بالباسترما، بس حبيت اقول لكم. بس يعني هم كمان عندهم كولد كاتس حلال، وعندهم كمان السجق العادي والسبايسي وكله عليه الختم الحلال. ودي تقريبا كل المنتجات الحلال اللي انا لقيتها في السوبر ماركتس العادية. الحاجات بقى اللي زي الارانب والبط وكده الحلال هتلاقوها اكتر في السوبر ماركتس العربي. المرة الجاية بقى هعمل لكم فيديو اوريكم اللحمة في السوبر ماركتس العربي. طبعا فيها فرايتي اكتر، بس لو انت عايش في مدينة ما فيهاش سوبر ماركت عربي فحبيت اطمنك انك برضو هتلاقي لحمة حلال في اي سوبر ماركت جنبك. وقولوا لي المرة الجاية عايزين تعرفوا ايه اكتر عن كندا. باي.